أهلا بيكم في مطبخ السعادة. النهاردة هنعمل لكم الملوخية المصري. أول حاجة هنسخن الشوربة كويس لغاية ما تبتدي تغلي معانا. التركة الحلوة عشان تطلع الملوخية حلوة وما تسقطش معانا من تحت في الشوربة، هنحط الشوربة على الملوخية اللي احنا مخرطينها. دي الملوخية اللي احنا خرطناها، نحطها في حلة وندلق عليها شوربتنا عشان الملوخية ما تسقطش من تحت، ونفضل نقلب فيها كويس. وبعدين بس تغلي غلوتين على النار، واول ما تغلي نطفي عليها او يعني نجيبها على جنب. بعدين دلوقتي هنحضر التومة بتاعتنا. عندنا فصين توم مفرومين، هنحمرهم في زيت او سمنة، يفضل زبدة و... ونسيبهم بس لغاية ما ياخدوا لون عشان الريحة بتاعت التوم كلها تطلع. نفضل بس ياخدوا لون معانا، وبعدين هنحط معلقة كزبرة ونشوحها شوية عشان ريحة الكزبرة تطلع معانا. نشوحها بس تشويحتين على النار بسيط. وبعدين هنطشها على الملوخية، ودي أحلى طشة ملوخية مصري في الدنيا. وبكده عندنا الملوخية جاهزة، وبالهنا والشفا. واستنوا مزيد من الأكلات والوصفات على مطبخ السعادة. أتمنى الفيديو يكون عجب حضراتكم، ولو عجبكم اضغطوا لايك واشتراك في القناة، وانتظروا المزيد من مطبخ السعادة.